بعض الأطراف الدولية يزعجه ما حصل في سوريا، وهناك من في داخل سوريا للأسف أيضا يحاول أن يتعاطى ويتفاعل مع الانزعاج هذا الذي يبديه بعض الأطراف التي خسرت موقعها في سوريا، فيقومون على التحريش ومحاولة إيذاء الوحدة الوطنية، ويدخلون من مداخل طائفية استخدمت كثير في بلدان مجاورة واستخدمت أيضا في سوريا، والنظام استخدمها كثيرا. أقول أن الشعب السوري أقوى من هذا بكثير. بعض الاستهدافات التي حصلت مثلا على كنيسة وعلى مرقد شيعي في نفس الوقت كان ينوون استهدافه في الفترة الماضية، وأيضا بعض التحرجات التي تحصل من نواحي طائفية. وأنا أقول أن الشعب أوعى وأكبر من أن ينزلق إلى مثل هذه المزالق، فلا خوف عندنا على وعي هذا الشعب. ولكن أحيانا بعض الأحيان هناك بعض التصريحات الانفعالية التي تؤدي إلى تأزيم الموقف، والكبار يجب أن يكونوا عقلاء وحكماء، وبعض الأحيان تخونهم الحكمة في موضع الذي هم بأمس الحاجة إلى أن يكون فيها الحكمة. نحن نصبر على هذا المشهد إلى أن نواجه كل الصعاب. القوات الأمنية استطاعت فضل الله بأقل من 24 ساعة الإمساك بكامل هذه الخلية. في بعض البلدان لديها قامت فيها جرائم كبيرة أبشع من هذا بكثير، ولا زلنا ننتظر بعد مرور 10 سنوات و5 سنوات ولم يجري تحقيق واضح في ملابسات الحادثة التي حصلت، رغم أن هناك مئات من الناس. فأن يكون دولة وليدة بهذا المستوى وخلال 24 ساعة يلقى على أفراد العصابة، القبض على أفراد العصابة، ولسه الدولة ضعيفة في بنيتها التحتية من ناحية التقنيات والهويات وما إلى ذلك، فهذا يعتبر إنجاز كبير لصالح الدولة.